طيب أنا ليه باكرر نفس الغلطة؟ ليه في نفس المواقف المعينة دي أنا باreact بشكل مش مناسب وبيحصل بشكل تلقائي أنا مش بابقى قادر أتحكم فيه؟ تغيير بسيط جدًا ولكن فعلًا قادر يغيّر حياتنا وهو الshift من لوم الذات وجلد الذات لإني باستخدم الفضول. يعني بدل ما باقول أنا باعمل كل مرّة نفس المشكلة، كل مرّة في الموقف المعين باreact بشكل معين وما باعرفش أتعامل، أنا فاشل لإن أنا باتساءل طيب أنا ليه باكرر نفس الغلطة؟ ليه في نفس المواقف المعينة دي أنا باreact بشكل مش مناسب وبيحصل بشكل تلقائي أنا مش بابقى قادر أتحكم فيه؟ علشان التساؤل ده هيوصّلك لإن عقلنا وجهازنا العصبي بيتبرمجوا، يعني إحنا بنreact بالشكل ده علشان إحنا على مدار السنين ده اللي كان بالنسبة لجهازنا العصبي ولعقلنا دي الحاجة اللي بتخلّينا في أمان، رغم إن في الوقت الحالي هي مش بتخلّينا في أمان. خلّينا نتكلم بأمثلة عشان الموضوع يبقى واضح. يعني مثلًا لو أنت متضايق إن أنت شخص مش عارف يقول لأ، ودايمًا بتحاول ترضي الناس اللي حواليك، فبُص على زمان هتلاقي إن أنت وأنت صغير كانت الحاجة الوحيدة اللي بتخلّيك في أمان، تخلّيك محبوب، تخلّيك مقبول، إن أنت ما تقولش لأ، إن أنت تسمع الكلام، إن أنت ما تعترضش، ولو أنت اعترضت أو أنت قُلت لأ أو خالفت القوانين اللي موجودة بأي شكل من الأشكال، ما كنتش بتاخد الحب والقبول اللي أنت محتاجه، أو مثلًا إنك ما كنتش بتاخد الاهتمام غير لو عيطت، انفعلت، اتعصبت، فعقلك وجهازك العصبي بدأوا يفهموا إن هي دي الطريقة اللي بتخلّينا ناخد احتياجاتنا الأساسية من الحب، من الاهتمام، من القبول، فالحاجات اللي إحنا بنعملها هي حاجات عقلنا وجهازنا العصبي اتعلموها علشان يخلّونا في أمان، عشان يخلّونا ناخد احتياجاتنا الأساسية، والمشكلة وتحديدًا في جهازنا العصبي إن هو unconscious إن هو لا واعي، بمعنى إن هو دخل تعليمات من زمان، فدي التعليمات اللي إحنا ماشيين بيها، فأنا باتعامل مع المواقف الموجودة بشكل أوتوماتيك، بشكل تلقائي جدًا، عشان كده بتلاقي نفسك إن أنت بتreact في بعض المواقف بشكل automatically أنت بتاخد رد فعل تلقائيًا على طول الموقف حصل أنت reacted بشكل معين، وبعد ما تقعد مع نفسك تتساءل هو أنا إزاي عملت كده؟ فابدأ بُص لنفسك ولأفعالك بشكل فيه compassion شكل فيه تعاطف، ده اللي أنت اتعلمته عشان تبقى في أمان، في الوقت الحالي ده مش مناسب أو مش متناسب مع اللي بيحصل في الوقت الحالي كان بيخدمني زمان بس دلوقتي مش بيخدمني، أوكي أنا بافهم ده وباحاول أreprogram أو باعيد برمجة الجهاز العصبي بتاعي علشان أبدأ أكوب وأتأقلم مع الوضع الحالي، فخليك عارف إن عقلك وجهازك العصبي بيعملوا ده عشانك، اتعلموا ده عشانك، فدورك إن أنت تبُص على ده بشكل فيه compassion وتعاطف مش بشكل فيه لوم وجلد ذات، علشان في بعض الأحيان جهازنا العصبي بيstuck في الماضي، بيُقف عند الماضي وبيبدأ يتعامل في الوقت الحاضر بالمعطيات اللي كانت موجودة في الماضي.